فنركزوا في الحتة دي هنجيبوها، بس ما ندروش عليها دروك. أنا عن نفسي ما جبتش إنزالات دروك عشان عارفة إن هي آخر رمضان كل الحاجات اللي ليها علاقة طبعا بالإنزالات والصلاة والمصليات هتنزل، عشان الموسم بتاعها خلاص راح وهينزل جديد الموسم الجاي. فإحنا نبقى عندنا فكرة، وعشان كل منها التصميمات بتنزل أكتر وأكتر. كل واحد أنا عاوزة ألحق أخد لحد من السوق، فبينزل تصميمات كتيرة للإنزالات. فأنا عاوزة أقول لكم شوفوا أنواع الإنزالات كلها، بس ما تدروش على الشراء بتاعها دلوقتي، خليكم آخر رمضان، يعني حتى لو بعد رمضان فهتلاقوا. مش فكرة إن أنا مش هلاقي، لا، هي كمية الإنزالات نزلت وتصميمات طريقة فظيعة. فأكيد يعني هنلاقوا لنا 1 2 يعني 3 حتى. فإحنا نركز يعني، وطبعا لو جبناها هيقعد معنا رمضان الجاي، ورمضان الجاي نعمل نفس الفكرة. أنا ما أطبق نفس الفكرة دي عشان أرتاح من دوشة الحاجات اللي أنا أجيبها وتكون أسعار على. أنا عاوزة أجيب يعني كذا حاجة وتكون أسعار حلوة. فأنا يعني الفكرة دي فأنا بقول لكم أنتوا خدوا فكرة لكل أنواع يعني دروك الدرسات، يا على الموديلات اللي هتنزل بطريقة كتيرة وحاجات كتيرة وخامات وأنواع. بس انتوا خدوا فكرة، يعني خليكم متابعين دايما معي عشان تشوفوا التصميمات دي. أنا تعرضت المرة موقف، شفت نوع من أنواع يعني تصميم درس نفس التصميم ونفس اللون ونفس الحاجة، ده في محل فخم وده في محل هادي شوي. فالمحل الفخم لقيت الدرس واو وخامته جميلة وقال لونه زاهي وكل حاجة. رحت المحل التاني لما قلت له راح قال لي على فكرة يعني اللي لفتني ليها المحل الفخم ده. فرح بقول له درس جميل ومش عارفة بس سعره غالي. قال لي حضرتك ده الأصلي وخلي بالك إن فيه تجليد. قلت له إزاي؟ قال لي ممكن تاخد حضرتك وقت من حضرتك تروح المحل كذا كذا وهتشوفي بنفسك. وفعلا ما كدبتش أنا عشان عندي شغف، فروحت كلفت نفسي ورحت اتفرجت فلقيت اندهشت. نفس الدرس يا جماعة، بس الخامة طبعا الأصلي عن اللي زي ما يقول الكابل بتاعه بتختلف. فأنا الصراحة قلت إيه دي، يعني ممكن أتعرض للخدعة دي؟ ممكن تتعرضي، أو ممكن البائع يعني اللي هيبيع لك الكابل أو النسخة التانية من التصميم دي يقنعك إن أما زي ما قلت يقنعك إن المنتج ده هو النظيف وهو الكويس وتاخدي على طول. ده أنا لقيته زيه شبهه بالظبط، بس حاجة بسيطة هاخده. لا يا جماعة مش للدرجة دي. فنركز. أنا هحاول أقدم لكم بعض النصائح. خليكم دايما معايا، وفي أمان الله وحفظه.